دي الدكتورة منار بتحكي لنا قصتها. السودة ده كان الاسم اللي طلعوه عليا في المدرسة. اسم منار ليا اخوات لون بشرتهم بيضة. امي اللي كانت مسؤولة عن تربيتنا، وابويا كان مسافر. وامي ذات نفسها لما كنت بعمل حاجة غلط تقول لي في غيظ مفيش حاجة فيكي حلوة زي ابوك. امي ما كانتش بتحب ابويا تقريبا علشان لون بشرتي انا وابويا زي بعض، والله اعلم. المهم انا كنت بلاقي نفسي لما اغيظ زمايلي او اخبي ليهم حاجتهم، براية، قلم، شنطة، المهم اجننهم لحد ما في يوم قابلت عم جمعة في النادي بيسقي الزرع كعادته. نده عليا منار، قلت ايوه. قال لي مالك؟ رديت في سخافة قلت له مفيش. قال طيب ليه انت مش سعيدة؟ اداني بسكوتة وقال لي شعور صعب قوي يا منار ان الواحد يحس ان مفيش حد بيحبه. كأن عم جمعة اتك على الجرح. كلماته هدتني وهزتني. رحت مكان وفضلت اعيط فيه. ما بقتش اروح النادي لفترة، وبعد شوية رحت تاني. معرفش ليه لقيت نفسي بروح لعم جمعة وبسأله الناس ليه بيكرهوني وايه ذنبي ان بشرتي سودة. ابتسم عم جمعة وقال ومن امتى يا منار الناس بيسيبوا حد في حاله؟ الناس بتعلق على كل حاجة، وكل حاجة في حياتنا يا منار من الله عز وجل. السمرة والبياض والفقر والغنى. قال تعالى لننظر كيف تعملون. انا يا منار اتعلمت في حياتي ان ربنا في اقداره خير دائما. انا لازم اكون قوي. خلي الناس يتمنوا يكونوا زيي. خليكي قدوة. منار بتقول انها بصت كده لنفسها وقالت قدوة ايه وانا فاشل وبيكرهني الناس؟ قدوة ايه وانا مش بصلي وامي مش بتحبني؟ بعدها بكذا يوم رحت النادي برضو لعم جمعة. اتكلمت معاه تاني. قال لي خليكي شخصية تنشر الخير. فضل كلام عم جمعة يدور في دماغي ليلة كاملة. قررت ان ابطل ازهق زمايلي واتوقف عن عمل اي عمل سيء، وبدأت اصلي. الصلاة مفتاح كل خير. طبعا سخرية من زمايلي ومن البيت. الشيخة منار راحت، الشيخة منار جت، ما اهتمتش. بعد شهرين سمعت امي بتقول لاخواتي البنات شايفين منار محافظة على الصلاة ازاي؟ وبعد كده ربنا كافئني في المدرسة، طلعت الخامسة على الفصل. لأول مرة يتنادى اسمي من ضمن الأوائل. بكيت بصراحة ورحت لعم جمعة. قال لي استمري. عم جمعة هو الدافع للتغيير ده كله. في الثانوية العامة جبت مجموع كبير ودخلت طب. في أولى طب عم جمعة مات. عم جمعة راجل ينشر الخير، وهو السبب في اللي أنا فيه دلوقتي. ربنا يرحمك يا عم جمعة. زرت زوجته وبقيت أروح لها من وقت للتاني. عم جمعة ما خلفش لكن ساعد وحول واحدة قلبها كان اسود إلى إنسانة تحب الخير للناس. بعد شوية اتقدم لي مدحت لون بشرته بيضة، كمان عيونه زرق. هو أصر على الارتباط بيا. لما سألته ليه قال علشان انت محترمة ومتدينة ومتفوقة. أم واخواتي مش مصدقين منار السودة يتجوزها واحد أبيض. العبرة هنا بلاش تشغل بالك بالبحث عن عم جمعة. خليك انت عم جمعة. بلاش تعاقب الناس على حاجة ملهمش يد فيها. عم جمعة ما خلفش لكن حصل على ولد صالح يدعو له. الرفق في معاملة الابن المتمرد من أفضل الحلول. ما تنساش تدعو للناس اللي أحسنوا إليك، وخلي بالك إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وبس كده. كان معكم محمد ناصر من قناة قطرة للناس الشاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.